وهي احلى كاسه شاي اترك عشاء. اي والله الله يسلم ايديك يا ابو العز. الله يسلمك. شرف ابو خطور. لك يعيشوا يا ابو العز يعيشوا. شرفك شوقي. اي والله لك ان شاء الله عقبال عرسكم شباب. يلا معتز يلا خاطر خلوكن هم شباب. والله انا ما فيني اتجوز اذا ما كان عندي بيت لإلي اشتريه من كدي ومن عرق جبيني، وعيش مثل العلقه مص بدم العالم وعيش عالي عليهم. كمان اليوم ما اجى رياض. لا اكيد في شيء من ورا القصه. مرحبا معلمي. ليه معتز؟ ليش لهلا؟ متاخر اليوم. والله يا معلمي سامحني يعني تاخرت غصب عني. معتز بدي اسالك سؤال وحابب تجاوبني عليه بصراحه. معلمي انت بتعرفني منيح، انا لا بحب لا اللف ولا الدوران ولا الكذب منو. رياض صار له يومين ما اجى على الشغل. شو القصه؟ صاير شيء جوا بيناتكم او بينه وبين خاطر؟ احكي لي لشوف. ايه معلمي صار. خاطر سمعوا كلام لرياض ما بينحمل منوب. سمعوا كلام؟ شو قال له؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو بك خاطر؟ شبني كل اللي صار من تحت راسك وعم تسألني شبني؟ أنا؟ ليش؟ ضروري تحكي لأبي كل كلمة بقولها. علقتني معه مع رياض وعلى أساسه ترك الشغل. ليش أنت مو رجال؟ شو عم تحكي أنت لك معتز؟ رجال غصبا عن اللي بقول إيه واللي بقول لا. لك شو شايف شواربي على حرمة؟ إيش كنت رجال وشواربك هدول مو على حرمة. لا تخاف من كلمة قلتها، لأنه الحكي اللي سمعته يا لرياض قاسي كتير وصعب حملانه، ومنيح منه إنه سكت لك. لك والله طلع مني هيك وما حسبت حسابه. لأنه طلع منك هيك وما حسبت حسابه تحمل المسؤولية مشان تاني مرة. بعدين أنا مني ومنك بصلح كل شيء، لأنه غضب الأب من غضب الرب. والله كلامك مزبوط يا أبو العز، بس ما بعرف شو بدي ساوي. حاسس سببت مشكلة كل اللي حوالي بدون ما أعرف. بسيطة أبو الخطور، كل شيء بيتصلح، وشوف شو بتحب ساعدك محسوبك حاضر.